منطقة البيكيني في دكاترة كتير طلعوا قالوا ان المنطقة دي ما ينفعش فيها ولا تقشير ولا ليزر، والحل الوحيد للمنطقة دي انها تفضل مترطبة. لازم تستمري على روتين يفضل معاكي طول عمرك، ما ينفعش تبطليه، لانها بتبقى عرضة لبكتيريا والجفاف وبتغمق بسرعة جدا. والمنطقة دي لو غمقت غير منطقة الوجه، لو غمقت بتحتاج وقت طويل شهور عشان تفتح معاكي درجة او اتنين. فالحل ليها هو الترطيب المستمر عشان تفضل تدي الجلد طراوة ونعومة ونتفادى اي غمقان ممكن يحصل فيها. هقولك دلوقتي على روتين شوفيه جربيه، ويكون على قد، اختاري الحاجة اللي على قد امكانياتك واستمري عليها عشان تحافظي على المنطقة دي مترطبة وفاتحة كده على طول. بصي بقى، انا بجيب كريم مرطب. احلى كريمين انا استعملتهم وسعرهم حلو، كريم اسمه بلانكي، ده بتاع اطفال بس ترطيبه عالي ومليان مواد مغذية حلوة قوي. حجمه كبير، حجمه 150 ملي وسعره حوالي 180 جنيه تقريبا، وبينزل عليه عروض على طول ب120 جنيه، وحجمه كبير وبيقعد معاكي وقت طويل، ومليان مواد حلوة مغذية، في فيتامين اي وافوكاتو وكامونيل وشيا بيتر، لا حلوة قوي يعني. وبرضو استعملت الكريم ده حلو من ديرماكتيف، ده برضو حجمه كبير 200 ملي، وبرضو تقريبا نفس يعني سعره حوالي اغلى شوية، حوالي 200 جنيه تقريبا او 220، بس حجمه اكبر حوالي 200 ملي. ده حلو وده حلو. بجيب واحد منهم، هاخد واحد منهم. وبعمل ايه بقى؟ بحط مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. طبعا بغسل المنطقة كويس وبنشفها، وبعد كده بحط مرة الصبح ومرة بالليل، بس مش بحط الكريم كده لوحده، لا، انا باخد حتة كده على ايدي وبحط عليها خلطتين، حاجتين: مستخلص العرقسوس ونوع زيت يكون عطري، يعني زيت كده عطري عشان يدي ريحة حلوة للمنطقة. مستخلص العرقسوس ده بجيبه من اي صيدلية او انا بعمله، ما فيهوش اي حاجة، ان بجيب عرقسوس وبحطه في مية سخنة، عشبة العرقسوس بحطها في ميه سخنه وبنقعها وبسيبها على النار كده، وبعد كده بسيبها لحد ما تهدى وبصفيها، هو ده مستخلص العرقسوس، او بجيبه من اي صيدليه، هو مش زيت، هو يعتبر مائي سائل كده. بحط نقطه من مستخلص العرقسوس ده حلو قوي للتفتيح، وبحط نقطه من زيت عطري، ممكن احط زيت جونسون بتاع الاطفال او احط زيت الورد او زيت الورد البرجلي، ده بجيبه انا بجيب الزيوت بتاعتي كلها من بيت الزيت، مكان موثوق منه حلو قوي ومحترم يعني. فيا بحط يبقى مستخلص العرقسوس ده اساسي، وبحط يا بجيب زيت جونسون بتاع الاطفال او بجيب زيت الورد او الورد البرجلي عشان يدي تعطير كده حلو للمنطقه، وبحطهم كده على ايدي وبخلط الحته دي كده في ايدي وبمسح وبدهن منطقه البيكيني مره الصبح ومره بالليل. تمام، ادي اول خلطه ممكن تعمليها. بصي بقى، ده زيت انا استعملته مؤخرا، كان نازل عليه دعايه كتير وقلت اجربه. ده اسمه من فيتو كير، هسيب لك الاسامي تحت. الزيت ده حجمه مش كبير، هو حجمه 30 ملي، ويعني سعره يعتبر مش رخيص قوي، بس هو انا كنت جايباه تقريبا ب200 وشويه، بس كان نازل عليه عروض، بتاخدي يعني منتج وعليه منتج تاني، يعني انت ممكن تجيبيه وتجيبي واحد تاني قصاده. هو على طول بينزل، الشركه دي على طول بتنزل عروض. الزيت ده بقى حلو جدا، مليان مواد مرطبه، وده ممكن ما تخلطيهوش بكريم مرطب ولا حاجه، ممكن تحطي زي ما هو كده، هو اساسا معمول للمنطقه دي. مليان مواد مرطبه، مليان فيه فيتامين اي وزيت ورد وزيت جوز هند، وفي كمان حاجه حلوه قوي، هو فيه مواد يعني لتهدئه اي تهيج او احمرار، ومقاوم للبكتيريا والفطريات، وريحته حلوه قوي. زيت الورد اللي فيه كمان بيخليه معطر حلو قوي للمنطقه دي. وهو بس عيبه ان هو حجمه صغير، فانت لو هتستعمليه كده لوحده طبعا هتستعمليه مرتين زي ما قلنا، مره الصبح ومره بالليل، فهو هيخلص معاكي بسرعه. لكن انت شوفي ايه امكانياتك ايه وهاتيه، تقدري تجيبي ده لو ده امكانياتك، او تقدري تبدلي، يعني ممكن تجيبي ده تستعمليه مره واحده والصبح مثلا، او العكس تستعملي ده بالليل وتستعملي الخلطه اللي هي كريم مرطب وعليه
اللي انا قلته لك ده، مستخلص عرق سوس وزيت عطري، تستعمليه مثلا الصبح بس. زي ما بقولك لازم تستعملي الترطيب مرتين، مره الصبح ومره بالليل، عشان ما تديش فرصه للمنطقه دي انها تجف، لان هي زي ما قلنا عرضه للفطريات والبكتيريا، ولو حصل فيها جفاف هيحصل غمقان وهتقعدي وقت طويل عشان تعرفي تفتحيها تاني. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.